هلو، النهاردة الأربعاء 24 ديسمبر، ورجعنا لكم تاني بحلقة جديدة من بودكاست Perspectives and Beyond. المهم جماعة، بجد وحشني جدا ان انا اسجل. بس حسيت ان مفيش حاجة مفيدة ان انا اشاركها معاكم اليومين اللي فاتوا دول، ما كانش عندي يعني افكار للحلقات النهاردة. برضو بصراحة عايزة اتكلم يعني عن خاطرة، يعني مش درس قوي، مش اللي هو حاجة، مش توبيك محدد. ألا وهي ان الفكرة دي يعني خطرت لي بقى لها كام يوم، وحسيت ان هي ترو، ان فكرة ان الواحد مش لازم عشان يحقق حاجة يمر بألم. يعني مش لازم ان الموضوع يبقى مؤلم او نحس بألم عشان نحس ان احنا كده بنحقق حاجة. بحس بالعكس، الموضوع ده اتسوق لنا بسبب جملة no pain no gain مثلا، يعني بيتسوق لنا اكتر. وحتى جملة no pain no gain دي يعني بحسها اللي هو بتنطبق اكتر ماشي على الرياضة، لكن مش على كل حاجة. حتى لو فكرنا فيها ودققنا مش هنلاقي انها بتنطبق على كل انواع الرياضة. يعني هي ممكن تنطبق على الويت ليفتنج اللي هو رفع الاثقال اللي هو الاوزان، لكن مثلا مش شرط انها تنطبق على الرياضات اللي هي زي مثلا اللي هو فوتبول، هاندبول، تنس، الحاجات دي كلها. فاهمين؟ رانينج اوكي، رانينج كان بي painful، بس رانينج انا قصدي اللي هو الماراثونز مثلا. ما ايه المنطق في الماراثون؟ ان احنا بنجري وبعدين بنريح، نجري ونريح، بيكون في راحة. والبين بيبقى very subtle pain، يعني بيبقى حاجة خفيفة قوي. الألم بيبقى أكتر بعد ما الواحد بيخلص، يعني ده حاجة تانية، ألم العضلات اللي بعد. لكن أنا قصدي إن عامة مش لازم التحقيق يجي عن طريق ألم، إن احنا نمر بألم، ومش لازم إن احنا نعصر نفسنا قوي كده. الأهم واللي فعلا دي الحاجة الكليشيه بس اللي فعلا حقيقية، وهي الكونسيستنسي. لأن دي أصلا اتقالت لنا كمان من السنة، من السيرة، يعني دي ليها مرجع ديني، ليها أساس ديني. وهي إن حب الأعمال إلى الله اللي هي أدومها وإن قل. ماشي، فأدومها وإن قل، يعني حتى لو حاجة صغنطوطة خالص، دي أهم. المهم إن هي نبقى مستمرين فيها، وهو ده فعلا اللي بيخلق الفرق. حتى على فكرة في الويت ليفتنج أو في الرياضة عامة، مش شرط الويت ليفتنج، في الرياضة مثلا كان في مثال، اللي هو المثال ده كان اداه عبد الرحمن ذاكر الهاشمي. هو بصراحة اللي فكرني بفكرة ان ادومها وان قل. يعني المهم ان في اليوم يبقى الواحد عنده بيعمل 5 حاجات، اهم 5 حاجات، اللي هو ورد ديني، ورد رياضي، ورد علمي ان يتعلم حاجة او يقرأ، ورد مش عارفة ايه، كانت حاجات كده يعني تقسيمة هو مقسمها 4 أو 5 حاجات مش متأكدة. المهم يعني ادى مثل عن واحد معصعص، ماشي، معصعص يعني رفيع جدا، وبيعرف يشيل اوزان تقيله جدا جدا جدا. هو ما كانش فاكر اسمه، وانا ما اعرفش الراجل ده، ماشي، بس المهم ان ايه المثل، يعني انا تخيلته، فهمت يعني المثل ده عشان هو من وهو صغير جدا وهو بيشيل اوزان، فكبر وبقى بيشيله هو لسه ومش باين عليه. مش اللي هو بقى زي التيبيكال بودي بيلدرز اللي هو بيكون ضخم جدا، لا. بس ليه ده مثل تيبيكال، مثل اوف ادومها وان قل. يعني كان بس مستمر عليه. هو واضح ان هو ما كانش بيعمل بطريقه انها تعمل له هايبرتروفي جامده قوي، او يعني تعمل له ضخامه عضلات ضخمه قوي كده. فاهمين قصدي؟ بس كان مستمر عليها بس سنين طويله، فبقى يقدر يشيل اوزان رهيبه، وحجمه هو شخصيا لا صغنن. بس ده بس بمجرد ان انا تخيلت المثل وبقول لكم، ما بالكم انتوا لو عارفين بقى الولد ولا الراجل ده، ما اعرفوش انا بصراحة. المهم
فدي حاجة فعلا مهمة، هو أدومها دي أهم حاجة. مش مهم، مش شرط إن احنا نكون go through pain كده كده هيجي، الألم هيجي في أوقات، لكن مش شرط إن الواحد كل يوم. يعني أنا مثلا هقول لكم ليه أنا بقول الكلام ده، لأن أنا كل يوم بحس إن مثلا الأيام اللي أنا بحس فيها، الأيام ماشي إن أنا بحس إن مثلا لا أنا النهاردة ما حسيتش كده بان انا خلاص مستنزفة من كتر ما انا اشتغلت، انا خلاص انا كده ما اشتغلتش قوي، انا كده ما عملتش ايه اللي عليا قوي، ما فضيتش التانك. دايما بحس ان لازم افضي التانك بتاعي، تانك الطاقة يعني لازم اكون بقى رايحة بالليل السرير وانا مستنزفة جدا، وده مش صح. لا مهما كان it feels ان ايه ده الله خلاص يعني. ده معرفش هل ده حاجة ليها علاقة بالميديكال ستودنتس برضو، ميديكال ستودنت سيندروم ان الواحد لازم يحس ان هو مستنزف. يعني انا كنت بحس الاحساس ده بس اوقات الجامعة واوقات الامتياز، ان فعلا كنت تقريبا كل يوم برجع مستنزفة، وبس في الويك اند يوم او يومين اريح كده تماما. يعني اريح اللي هو حتى في راحتي كان لازم، يعني في ايام الراحة بتاعتي كان لازم اعمل حاجة تستنزفني، اللي هو مثلا اقعد اعمل حاجات ورايا يعني ملهاش علاقة بالدراسة، بس المهم لازم انجز اي حاجة، اي على رأي صاحبي دي توكسيك برودكتيفيتي، بجد توكسيك برودكتيفيتي. ف المهم يعني إن لا مش شرط، يعني هي دي الإجابة، لا مش شرط. ممكن واحد ينجز حاجات كتيرة جدا ويحقق حاجات كتيرة جدا من غير ما يتألم. وهو ده درس النهاردة، درس الليلة دي. زي مثلا هو كان قال حاجة عجبتني جدا، عشان لو انتوا برضو بتحاولوا انكم تقروا او تلتزموا في القراية. قال كل يوم تقروا عبد الرحمن ذاكر الهاشمي هو اللي قال كده، ماشي. تقروا صفحة واحدة بس، ماشي. تقروا وتخصبوا نفسكم انه او يعني whatever ورد صفحات. انا بتكلم على القراية مش القرآن، يعني انا بتكلم على قراية كتب. تقروا صفحة واحدة بس، او whatever بقى، مثلا صفحتين بس تلتزموا فيها. حطوا الكمية ان انتوا هتقدروا تلتزموا فيها، ان شاء الله نص صفحة، ماشي. ان شاء الله نص صفحة فعلا، او ان شاء الله صفحة واحدة بس في اليوم. ودي يعني حتى كبداية، بس تلتزموا فيها كل يوم كل يوم كل يوم، احسن من ان يوم تقروا 20 صفحة وبعدين تسيبوا الكتاب لمدة اسبوع، اسبوعين، شهر، بعدين ترجعوا تقروا 30 صفحة وهكذا. لا ده اوحش. الاحسن اللي بيبيلد اب بجد صفحة كل يوم. لو عملتوا دي والتزمتوا عليها مثلا طول عمركم هتخلصوا اكتر من الافكت هيكون تراكمي، واكتر من لو انتوا عملتوا الحركة دي. لان مثلا اللي بيعمل حركة 20 صفحة ويقطع، بعدين 30 صفحة ويقطع، وبعدين مش عارفة وهكذا، القطعة دي you never know انت هترجع امتى. يعني القطعة اللي بنعملها دي والحركة دي احنا بنعملها كلنا في كل حاجة، مش بس في القراية. بنعملها في الرياضة، بنعملها في القراية، بنعملها في اي حاجة بنكون عايزين نلتزم فيها. عشان احنا دايما برضو بنمشي على فكرة ان start small، بنبتدي small فعلا، نلاقي ان الموضوع سهل اول يوم، تاني يوم نقوم مجمدين جامد قوي، نمشي عالي قوي، ناخد البنزين على اخره، وبعدين نقطع. والله اعلم بقى بنرجع امتى، وممكن ما نرجعش خالص لحاجة احنا كان نفسنا نلتزم فيها. فهي الفكرة مش في الكمية بالذات في الاول، هي الفكرة فعلا هي الفكرة في الالتزام. والالتزام بيجيب الكمية وبيجيب الانجاز وبيجيب كل حاجة، بس الالتزام هو فعلا consistency is key فعلا. as cliché as it sounds، هي it's very true. فبحس ان هو ده فعلا ان احنا لازم نلتزم بيه. وهو قال بقى انه صفحة واحدة تغصبوا نفسكم على صفحة او على الورد اللي انتوا حطيتوه، let's say صفحة، وتغصبوا نفسكم عليها. بالذات بقى الحاجة بالذات للبرفكشنست، ماشي، للي هم ايه perfectionist بالعربي؟ صعبة دي. المثاليين، الناس اللي هي perfectionist. استنوا هنروح لجوجل ترانزيت. شخص يسعى للكمال، الكماليين، ماشي، الاشخاص اللي هي الكمالية دي.
اللي هم انتوا اكيد فاهمين يعني ايه perfectionist. بالذات ليهم بعد ما يقروا الصفحة ويعملوها فعلا كل يوم لازم يكافئوا نفسهم. لان ايه؟ لان لو مثلا الواحد قرا صفحة وبعدين قال ايه لا ده سهل انا هدخل على الصفحة اللي بعدها، لو قريت الصفحة التانية هتيجي بكرة وتكسل تقرا صفحة، هتقول ما انا اوريدي قريت امبارح صفحتين ما خلاص بقى. فكده هنكسر اللي هو هدفنا اصلا، هنكسر الهدف الاساسي اللي هو ان احنا نلتزم. ف فكانت البوينت بتاعته ان لا تغصب نفسك على الورد اللي انت حطيته لنفسك، على الصفحة اللي انت حطيتها. ولو انت شخص perfectionist والperfectionist ده بارت منه وسواس، وهو قالها فعلا ودي this is true. being a perfectionist دي part منها ان انت او ان احنا وانا طبعا included وسواس obsessive personality مثلا او obsessive، يعني part منها بيبقى obsessiveness ان الواحد يسعى للكمال. فده بيعالج الوسواس، هو قالها كده يعني. بجد كنت معجبة جدا 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 بالبارت ده من الفيديو، رائع. فللبرفكشنست يقروا صفحة يلتزموا بالصفحة بس ويكافئوا نفسهم كمان على الصفحة. يعني ايه؟ يعني يقفلوا الصفحة ويروحوا يعملوا حاجة بقى، اي حاجة بقى، يتفرجوا على يوتيوب فيديو، يروحوا يتفرجوا على اي حاجة، يعني فعلا يكافئوا نفسهم بحاجة. فدي بجد شكرا يا استاذ عبد الرحمن، يا دكتور عبد الرحمن. بجد حلوة جدا. بس فجربوها كده يا جماعة، وهي بصراحة فكرة جميلة جدا. بس thank you، ومش عايزة اقفل والله بس بس هي دي يعني. وافتكروا يعني دايما ان هي مش بالقلم، هي بالاستمرارية consistency، نسعى للاستمرارية. وكده كنت عايزة ادي مثال معين على فكرة، ان زي مع الاستمرارية بيجي الانجاز، وبيجي الكمية بقى، الكمية الكبيرة بقى من الصفحات ولا من whatever، وبيجي كل حاجة زي بالظبط. اللي بيسعى للآخرة بتجيله الدنيا في الطريق، لكن اللي بيسعى للدنيا بس بيجيله ألم وقرف وما بتجيلوش دنيا في الآخر. ماشي، فهي نفس الفكرة، أنا بحسها هي نفس الفكرة. بس ربنا يثبتنا على الكونسيستنسي ويثبتنا عامة برضو. thank you, bye.